بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا محمد الأمين بن قداش، طالب متمدرس بثانوية العقيد علي التونسي، الحاصل بفضل الله ومشيئته على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2023. تخصص؟ شعبة علوم تجريبية. كيفاش استقبلت هذا النجاح؟ بفرحة كبيرة الحقيقة لا توصف. يعني كانت مفاجأة كبيرة، لم أكن أتوقع المرتبة الأولى وطنيا. وقتاش سمعتها؟ سمعتها اليوم صباحا، يعني من قبل مدير التربية. مدير التربية لولاية غليزان، وعيط لي الوزير يعني مباشرة، سمعتها من في الوزير. وكيفاش كانت الأسرة، كيفاش لقاتها كيفاش؟ يعني بفرحة كبيرة جدا يعني. محمد الأمين، شو سر النجاح؟ سر النجاح هو أولا التوكل على الله تعالى، والتوكل يعني هو يعني قسمان: الأخذ بالأسباب كأنها كل شيء، معناتها الواحد يقرأ ويجتهد ويحفظ والآخر، والاعتماد القلب على الله كأن الأسباب ليست بشيء، معناتها الإنسان يأخذ بالأسباب صحيح، يأمن بأن الله تعالى هو اللي غادي يوفقه. بالنسبة لما سعفوش الحظ، يعني إذا كان ما أخذش بالأسباب كما قلت، يعني لابد أنه يجتهد السنة القادمة إن شاء الله تعالى، ما هي إلا يعني نجاح مؤجل. وأما إذا كان أخذ بالأسباب وربي تعالى ما كتبلوش، فلحكمة يعلمها سبحانه، معناتها ما يحزنش، ولا هذا مجرد امتحان ويعيد، ولا يعني النجاح مش محصور في امتحان فقط. طيب، يعني لم أقرر بعد، أنا في حيرة بين العالم الآلي والطب. بالنسبة للأولياء يعني مجهود تاعهم جبار، يعني لا تصفه الألسن بصراحة. يعني بذلوا مجهود كبير جدا، كانوا أكثر قلقا مني بالنسبة للامتحان هذا، وأكثر حرصا وأكثر انتظار للنتائج. يعني أشكرهما والدي الكريمين جزيل الشكر، وأتمنى وأدعو الله تعالى أن يحفظهما بحفظه. وأما بالنسبة للأساتذة الكرام طوال مسيرتي الدراسية، يعني أشكرهم جزيل الشكر، كل من علمني حرفا فجزاه الله عني خيرا. بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، أستاذة رافعة، أستاذة عائشة، أستاذة نمشي سارة. بالنسبة للتعليم المتوسطاني أساتذة كثر، لكن أخص منهم الأستاذة طواهرية فاطمة جزاها الله خيرا، والأستاذ كراليفات، والأستاذة قدوري، وكل أساتذتي أذكر يعني أتذكرهم واحدا وجزاهم الله خيرا. وكذلك أساتذة التعليم الثانوي، أخص منهم أيضا الأستاذة بردوان التي ساعدتني كثيرا، وكل الأساتذة جزاهم الله خيرا، يعني كل واحد بذل ما بوسعه.